أعلنت وسائل الإعلام التونسية رسمية خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة الممثلة التونسية الشهيرة في نبأ شكل صدمة كبيرة لكل الوسط الثقافي والفني في البلاد، حيث انتشرت برقيات التعزية في وفاتها على كافة منصات التواصل الاجتماعي. ويبحث عدد كبير من المهتمين في الشأن التونسي عن سبب وفاة ريم الحمروني اليوم 19 من فبراير عام 2023. ريم الحمروني، حيث انتشر خبر وفاتها كالنار في الهشيم على مختلف المنصات الاجتماعية والمواقع الإعلامية التي نعتها في وقت بدأ عدد كبير من الفنانين في تونس ومختلف دول الوطن العربي في نعيها. وأكدت عدد من وسائل الإعلام التونسية وكذلك عدد كبير من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب وفاة ريم الحمروني يعود لتعرضها لوعكة صحية ألمت بها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أدخلت إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج، إلى أن الأطباء أعلنوا رسميا عن وفاتها ظهر 19 من فبراير عام 2023. وكانت ريم الحمروني قد كتبت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أمس أنها بلا صوت وبلا قوة، في إشارة إلى تمكن المرض منها وتأثرها أيضا بالوعكة الصحية التي ألمت بها. ريم الحمروني لها العديد من المشاركات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية، سواء في الإعداد أو حتى في الحضور، ككرونيكور آخرها برنامج كافي كرام مع الإعلامية عفاف الغربي في إذاعة ديوان اف ام، وبرنامج لاتيس التي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان عبر قناة قرطاج بلاس. ريم الحمروني أيضا هي من خريجات المعهد العالي للفن المسرحي، وكانت بدايات مسيرتها الفنية مع الراحل عز الدين قنون، حيث شاركت في العديد من أعماله على غرار، رهائن وغيلان، إلى جانب مسرحية الشقف وربع وقت لسيرين قنون ونوار الملح للبحر الرحالي وغيرها من الأعمال المسرحية. كما كان أيضا للفقيدة العديد من المشاركات السينمائية على غرار فيلم صندوق عجب لرضا الباهي، وتالا مون أمور لمهدي الهميلي، وفدريها لوليد الطابع وغيرها. أما على شاشة التلفزيون فقد برزت الفقيدة في مسلسل طوق للراحل شوقي الماجري، والحرقة للسعد الوسلاتي، وسيتكوم الحجامة والخياطة لزياد ليتيم، هذا إلى جانب عملها كإعلامية بعدد من الإذاعات منها موزايك اف ام وشمس اف ام واكسبراس اف ام. وقد نعت وزارة الشؤون الثقافية ببالغ الأسى والحزن وأيضا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الممثلة والإعلامية ريم الحمروني التي وافتها الأجل والمنية المحتومة يوم الأحد 19 من فبراير عام 2023. ولها أيضا العديد من الأعمال المسرحية، وهي من خريجات المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بداية أيضا مشوارها المسرحي حيث شاركت في العديد من أعماله على غرار رهائن مع الراحل عز الدين قنون وغيلان، إلى جانب مسرحية الشقف وربع وقت لسيرين قنون ونوار الملح للبحر الرحالي وغيرها من الأعمال المسرحية.